هي الليل ويا العين من بعدك عمر بهوي، عمر يا العين يهدين بنظرة زوج. شامي بدي اقول لك الف مبروك اللي عملته ببونتا كانا ببلو مار. شو تركت فيك بالذاكره هالسهره؟ تركت فيه بالذاكرة هي التجربة الحلوة بأقاصي العالم. قديش في عنا ناس حلوين بعاد عن بلدهم وأرضهم، وقديشنا ناس منحب الحياة ومنحب الفرح لو بأي مكان بالكون. عظيم. يعني ما ننسى انه من فتره كنت بامريكا كمان، فقديش هالشاب اليافع طلع وعانق هالجمهور بكل العرب وين ما كانوا. أنا بفتخر وبتشرف إنه نشوف جالياتنا من كل الجنسيات بكل بقاع الأرض نطلع ننقل لهم ريحتنا وريحة البلد وموسيقتنا اللي نوصلها لعندهم. اكيد. كلنا بنشتغل وبنتعب لحتى ننجح، ولكن لما بيجي هيك نجاح كتير سريع بيعمل هيك يعني مسؤولية على صاحبه. انت كنت تتوقع ما شاء الله عليك بهالسنة مثل ما بيقولوا طرت مثل الصاروخ، وقديش المسؤولية صارت هيك عليك أتقل؟ صراحة اللي صار معي فاق التوقعات كما يقال، ولكن الحمد لله عندي كادر جميل جدا وراقي جدا حوالي، عندي عائلة محافظة علي ودائما عم بتحطني على الطريق السليم. نعم. في عندك ناس بيحبوك بيصلوا لك بيدعوا لك. الله يخليك والنعم منك يا حبيبي حبيب قلبي. ان شاء الله بتصير اهم النجوم بالسنوات المقبله يا رب. بدنا نروح على عمل حكي ينحكى عنه كثير، بس نشوف امتى بده يولد انت ورئيس الاغنيه ملحم حمزان. شو بتخبرنا عنه؟ وين صار؟ وليش كان يعني اول ديو انت وملحم حمزان يكون؟ مين اختار مين؟ انت اخترته وهو اختارك؟ بغض النظر مين اختار مين، انا اللي الي الشرف اني اكون مع ملحم حمزان ابو علي حبيب قلبي، انسان محترم وراقي وصوت قد الدنيا طبعا. هي شغله. الشغله الثانيه العمل اخذ شويه وقت لانه كلماتي والحاني، وهذا موضوع يعني طرح الاغنيه مع استاذ كبير مثل ملحم حمزان هذا شيء حساس، لهيك عم باخذ وقتي فيه. نعم. امتى حيولد؟ يعني بعتقد بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. واغنية الدكتور هيدي اللي كسرت الدنيا الحمد لله. يعني جبت اشخاص علقوا فيك، كانوا يمكن بالاول شوي، هلا كمشوا فيك اكثر. ايه الحمد لله. الحلو بدكتور انه هو كان العمل السادس بسنه واحده. يعتبر هيت الحمد لله رب العالمين. هو مثل انه تثبيت او تعميد هذا النجاح. وعنك ترقص الرقصة على المسرح. ما زبطت معي، كنت متوتر. قديش ترند كله عم بيرقص عليا. ايه الحمد لله. هاي بتجي من محبة الناس. صرني انا حامل. يلا باذن الله. بعد اللي هو وين على الناس على الراس حفلات. عندي حفلة بقطر ب 13 طبعا ب 13 شهر باذن الله. عندي حفلة بقطر وبعدها بنريح شهر رمضان الكريم، وبعد رمضان بنرجع ان شاء الله. بما انه ذكرنا فلنتهم بدنا نوجه تحيه لمومنت ايفنت اللي عم تعمل معها احلى حفله بين دبي وقطر وبلاد ثانيه. الشيخ عمر من هون تحيه لك. شركاء النجاح هدول طبعا. احلى توليفه طبعا. حبيبي. طبعا. شو بتقول اللي بيحبوك بيعشقوك بعيد الحب؟ حبوا بعض بس عن جد، حبوا بعض عن جد بس، واحتفلوا بعيد الحب. هي احلى شيء حب وحنان. حب وحنان يعني. حبيبي انا تشرفت فيك بهاللقاء، وان شاء الله لقاءات كثيره، ومثل ما بنقول بون فواياج، وصل بالسلامه يا حبيب قلبي. الله يخليك، يوبرني اللي خلق.